السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن دالة if المتداخلة، بمعنى إن أنا هستخدم أكتر من if في نفس الخلية، nested if. خلينا نشوفها ببساطة شديدة. أنا دلوقتي عندي مجموعة من الطلاب وكل واحد فيهم حاصل على نسبة مئوية معينة، وأنا عاوز أكتب لهم التقدير. فمش منطقي أبدا إن أنا أجي أمشي مثلا أنا عندي الامتياز فوق ال85 والجيد جدا فوق ال75 والجيد فوق ال65 وال50 فيما فوق مقبول وأقل من 50 راسب. فمش منطقي أبدا إن أنا أجي أشوف هنا مثلا ده فوق ال85 يبقى ده كده نكتب له إن هو امتياز. ده نفس الكلام، أعمل دراج بقى كده لما ألاقي فوق ال85 تمام ده أقل يبقى لأ ده جيد جدا. طبعًا مش منطقي هاقعد في مجموعة من الطلاب أقعد فيها أكتر من كذا يوم. ببساطة شديدة هنستخدم دوال if المتداخلة، هنعمل كذا دالة if في بعض بحيث إن هو يخلصها لي في دقيقة بالضبط. مجرد إن أنا هاكتب المعادلة وأعمل لها drag خلاص هالاقيها هتطبق معايا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها إزاي. طبعًا زي ما متعودين أول حاجة باعمل يساوي، وبعد كده هاكتب الدالة بتاعتي if ومن تاب هاختارها. بعد كده هادخّل الlogical test زي ما إحنا متعودين. فأنا عند النسبة المئوية دي هنضغط عليها وهنعمل أكبر من أو يساوي 85%، كوما. إيه بقى؟ هيعمل إيه لو لقى كده؟ هنقول له يكتب لنا امتياز. نخلّي بالنا إن إحنا بنكتب ما بين علامتين تنصيص. بعد كده هاعمل كوما. خلاص، في حالة إن هو لقى أزيد من 85% هيعمل لها امتياز. عايزة أعمل دالة if تانية، هاعمل if واختارها بتاب. هاجي هاخد الشرط ده عشان مش كل مرة أقعد أكتبه، هاعمله copy. مجرد بس هاعدل فيه القيمة يعني. paste. هنا هنخليه بقى 75% وأعمل كوما. طيب لو لقى أزيد من 75% هيعمل إيه؟ هتبقى جيد جدًا. وأقفل علامتين التنصيص بتاعنا، بعد كده أعمل كوما وأرجع أكتب دالة if تاني. تاب الlogical test هيبقى في حالة إن أنا أزيد من 65% هيعمل إيه في الحالة دي؟ هيبقى جيد، علامتين تنصيص وأكتب جيد وأقفل علامتين التنصيص وبعد كده أعمل كوما. وبعد كده هنعمل آخر حاجة بقى اللي هي بتاعة المقبول، فهنعمل if نختارها وهنا نكتب أكبر من أو يساوي 50%، تمام، كوما، علامتين التنصيص بتاعتنا ونكتب مقبول وأقفل علامتين التنصيص، كوما. خلاص أنا ما عنديش شرط تاني. في حالة بقى ما لقاش بقى أزيد من 50% فيما فوق هيبقى راسب، فنعمل علامتين التنصيص ونكتب راسب، نقفل علامتين التنصيص. بعد كده نخلي بالنا بقى واحنا بنقفل الأقواس، لو أول if عندنا ليها القوس بتاعها ده هنلاقي هنا اللون أخضر زي اللون هنا، يعني اللون أهو بقى أخضر زي أول دالة. بعد كده هقفل تاني قوس بتاع تاني دالة اللي هي دي، هو حتى مديله لون زي بنفسجي كده هنا وهنا. بعد كده الدالة اللي بعديها هقفل بتاعتها أهي لون أحمر هنا زي لون أحمر. بعد كده الدالة الأخيرة بتاعتنا اللي هو لونه أسود هيبقى ده مع ده، واضغط انتر هنلاقيه جاب لي إن ده امتياز. لو عملنا جربنا كده وهنسحب لأسفل هنلاقيه هنا دي الرقم ده واقع ما بين ال75 وال85 فحطه في الجيد جدا، دي 75 فده جيد جدا، هنا 49% فراسب، وهكذا. فنلاقي إن هي nested if هتبقى مفيدة معانا جدا في حالة إن أنا عندي أكتر من شرط عاوز أحققه
ببساطة شديدة طلعت لي في دقيقة. ممكن بدل ما كنت أقعد أكتب امتياز بإيدي والكلام ده كله، كنا لو أنا كاتب على جنب مثلًا امتياز أقدر أحدد الخلية دي ونثبتها. ببساطة شديدة تعالوا نشوفها كده تاني، نعملها إزاي في حالة إن أنا بدل ما أقعد أكتب بإيدي. هنقول هيساوي F تاب. أنا عندي دي في حالة إن هي، أو إحنا كده كنا عاملين لها copy 85%، كوما هنقول له يختار الخلية دي، يكتب امتياز، كوما F كنترول V 75%، كوما يختار الخلية دي، كوما F تاب 65%، كوما هيختار دي، كوما F 50%، كوما هيختار مقبول، وعكس ذلك هيختار الخلية دي. تمام. ممكن أعمل قوس واحد وأضغط إنتر، هيطلع لي إن في أقواس كتيرة، فهنقول له أيوه do you want to accept this correction، فهنقول له yes، وهو بقى يقفل الأقواس براحته. فنلاقيه هو هنا قفل الأقواس، مش لازم أفضل أقعد أعدهم أو أكتبهم. خلي بالنا لو إحنا عملنا دراج هنا المعادلة هتبوظ. ليه؟ لأن أنا ما كنتش مثبت الخلية بتاعتنا، فبنروح هنا هنثبت function F4 زي ما إحنا كنا واخدينها قبل كده، عشان أبقى مثبت الخلية دي once إن أنا عملت لها دراج ما يحصلش أي لخبطة في المعادلة. function F4 على كل شرط إحنا كنا عاملينه. مهم جدًا التطبيق على الفيديو ده، لإن if بالذات محتاجة إن أنا أطبّق بإيدي، عشان أبدأ أعرف إيه الغلطات اللي أنا باقع فيها، علشان بعد كده أخلّي بالي منها. لو عملنا enter وعملنا بعد كده drag، هنلاقيها ضبطت معانا. يعني هنا ما بين 75 و85، هنا أقل من 50، هنا 77 فهي أزيد من 75. بكده نكون خلّصنا شرح nested if. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي.